في الفيديو ده هنشوف ازاي ممكن نكتب كلمة هابي عيد، او طبعا بنفس الطريقة ممكن تكتب اي كلمة تانية 3D على بلندر. فقبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا. اول حاجه هعملها ان انا همسح الكيوب ده، فهعمل اكس وديليت وبعدين هعمل اد، وهتلاقي هنا تكست. لما تدوس على كلمه تكست دي هتلاقي هنا ظهر لك الحرف الاي ده، وده البروبرتيز بتاعه التكست بتاعك. واحنا على الاوبجكت مود هنعمل RX 90 وبعدين نعمل confirm بالليفت ماوس بutton، وبعدين هنعمل RZ 90 علشان نلف على الزد اكسس 90 درجة. بعد كده هنعمل S علشان نعمل سكيل واكبرها شوية حاجة زي كده، وبعدين تاب علشان ادخل في الايديت مود، وبكده انا ممكن ايديت التكست ده. فهمسح عادي بالباك سبيس وبعدين هكتب الكلمة اللي انا عاوزاها، وبعدين من هنا هقدر اجي هنا على الالاينمنت واعملها سنتر علشان الاتنين يبقوا سنترد بالشكل ده. بعد كده ممكن ارجع على الايديت مود واعمل جي زاد علشان بس ارفع الكلمة من على الارض بالشكل ده، وبعدين علشان اعمل select all فهعمل كنترول A، فكده هيعمل لي select all. وبعدين علشان اغير الفونت بتاعي فممكن اقفل ده وافتح كلمة فونت من هنا، ومن regular هنا من ايكون الفايل ده هتدوس عليها وهو هيفتح لك كل الفونتس اللي عندك اصلا على الجهاز بتاعك. فكل اللي عليك ان انت هتختار الفونت اللي انت عاوزه، فانا اخترت الفونت ده وهو اسمه 40 regular. لو حد عاوز يعمله داونلود هو فاخترت الفونت ده وبعدين عملت open font، وبكده غير لي الكلمة اللي انا كاتباها بالفونت اللي انا عملته. بعد كده خلينا نقفل الكلام ده كله، وبعدين هنيجي على جيومتري من هنا، وهتلاقي في هنا اصلا في التكست نفسه هتلاقي اكسترود دي هتعمل لك هو اكسترود لوحدها، فانت بس مجرد هتشدها لبره حاجه زي كده او زي ما انت عاوزها يعني، فحاجه زي كده كويسه. وكمان هتلاقي مكتوب عندك بافل وراوند لو انت عاوز تعمل لها بافل تبقى راوندد كده. بعد كده خليت الدبث 0.01 وبعدين رحت على اللاين سبيسنج من هنا وقللتها حاجه بسيطه بالشكل ده، وبكده بقى عندك كلمتين قريبين من بعض بالشكل ده. بعد كده عملت اد مش بلين علشان اعمل البلين اللي تحت الكلمة، واس وعملت سكيل حاجة زي كده، وبعدين اخترت البلين دي ودوست تاب عشان ادخل جوه الاديت مود، ورقم 2 من الكيبورد علشان اقف على الادج سيلكشن، واخترت بس الادج دي وعملت اي زد عشان اعمل اكسترود على الزد اكسس بالشكل ده. بعد كده رجعت تاني على الاوبجكت مود واخترت البلين وجي واي علشان احركها شوية حاجة زي كده. بعدين ممكن نعمل اس واي عشان اعمل سكيل على الواي اكسس واكبرها زي كده، وبعدين جي واي عشان احركها يمين شوية حاجة زي كده. بعد كده لو احنا عاوزين نلون الكلمة دي فهنلونها بنفس الطريقة العادية جدا. خلينا نروح على الريندر بريفيو علشان نشوف احنا عاملين ايه، وهنختار الكلمة دي وبعدين هنيجي من الماتيريال بروبرتيز وبعدين هنعمل نيو وهنختار الماتيريال اللي احنا عاوزينها. فممكن لون زي كده مثلا، وممكن نزود ميتاليك شوية حاجة زي كده، ونقلل الرفنس شوية حاجة زي كده. يعني ده بقى بيبقى التفضيل بتاع كل واحد، هو حابب الماتيريال بتاعته تبقى عاملة ازاي. وبعدين ممكن نروح من هنا من الريندر بروبرتيز ونخليها سايكلز بدل ايفي علشان اللمعة والانعكاس والرفنس يبان معانا شكله. فكده بقى عندي حاجة زي كده. خلينا نخلي دي جي بي يو كومبيوت علشان تسهل الدنيا شوية، وممكن طبعا نظبط الإضاءة زي ما احنا عاوزينها لو احنا عاوزين الإضاءة دي تمام، ولو احنا عاوزين نضيف إضاءة تانية فممكن نعمل add light area light وبعدين جي زد علشان نرفعه فوق حاجة زي كده، واس علشان اعمل سكيل، والنور ده ممكن احركه من مكانه بجي واي علشان اتحكم في الظل بتاع الكلمة، فممكن نخليها فوق الكلمة زي كده. ممكن نعمل جي اكس علشان نحرك الظل معانا، وطبعا ممكن نقلل الباور بتاعته شوية نخليها حاجة زي كده مثلا علشان يبان الظلال بتاعة الكلمة احسن. ودي ممكن أعليها شوية حاجة زي كده، وممكن كمان أغير لونها، فممكن أخلي اللون حاجة زي كده. نعمل جي زد، نرجع هنا على البلين وتاب عشان أدخل جوه الإيديت مود، وهختار الإدج دي وكنترول بي عشان أعمل بيفل،
وهشد كده علشان اعمل بيفل، وبالعجلة بتاعة الماوس هسكرول اب كده علشان ازود عدد الادجز بتاعتي، وكليك بالزرار الشمال عشان اكونفيرم، وبعدين هرجع للأوبجكت مود وكليك يمين وشيد سموث. طبعا انت لما بتغير اللون بتاع الورد نفسه ده بيدي زي ضي على السين بتاعك كله، فلو تلاحظ لما انا غيرت اللون بتاع الورد بس خليته على ازرق شوية فده عمل لي انعكاسات هنا باللون الازرق بالشكل ده. بعد كده كنترول اس علشان نعمل سيف، وممكن امسك الكلمة نفسها واعمل جي زد وانزلها على الارض بالظبط حاجة زي كده. وبكده عملنا الكلمة دي 3D على بلندر. بعد كده كل اللي انت محتاجه علشان تطلع الصورة ان انت هتدوس كنترول الت 0، وده هيفتح لك الكاميرا على نفس الفيو اللي انت كنت عليه اصلا. فهعمل سكرول ان بالماوس بالشكل ده لغاية لما اقرب كده من الكاميرا حاجة كفاية، وبعدين هختار الكاميرا نفسها من هنا، وبعدين ان علشان افتح المنيو دي، وهروح على فيو وهعمل كاميرا تو فيو، وبعدين هدوس ان كمان وهبدأ اظبط الكاميرا في الاتجاه اللي انا عاوزاه. طبعا ممكن تخلي الكاميرا اورثوجرافيك، وبعدين نبدأ نتحكم في السكيل بتاعها من هنا. اعتقد ان انا محتاجة اقرب الكلام من بعضه شوية، فخلينا نيجي على لاين سبيسنج، وبعدين جي زد تاني علشان انزل الكلمة على الارض حاجة زي كده. كنترول اس علشان اعمل سيف، وانه هشيل الكاميرا تو فيو علشان ما احركش اتجاه الكاميرا، وبعدين ممكن جي اكس وارجع دي لورا حاجة زي كده، وبعدين شيفت دي اكس علشان اعمل نسخة منها تانية واحركها بس على الاكس اكسس، وممكن اغير درجة اللون بتاعتها زي ما انا عاوزة، وجي اكس، وبعدين خفيت درجة اللون البينك شوية بتاعة الإضاءة وعملت شيفت دي علشان أعمل دوبليكت منها تانية وأعلي الإضاءة شوية، وبعدين جي واي وحركتها شوية علشان أظبط الإضاءة حاجة زي كده. فبس كده. طبعا ممكن بنفس الطريقة زي ما قلنا نعمل أي كلمة تانية إحنا عاوزينها، وطبعا كل ما هتغير في السيتنجز وفي البروبرتيز بتاعة الكلمة والإفكتس اللي إحنا عاملينها كل ده هيديك نتائج مختلفة. بعد ما خلصت خالص كل حاجة كان باقي التظبيطات النهائية علشان تبقى الصورة شكلها حلو، فاللي أنا عملته إن أنا غيرت اللون بتاع الكلمة فخليته اللون ده، خليته حاجة تكون بيربل كده أو موف علشان تكون لايقة مع الإضاءة البينك اللي أنا عاملاها، وغيرت كمان الورلد من هنا، غيرت درجة اللون بتاعته حاجة زي كده، وكمان عليت الإضاءة بتاعة الورلد. والإضاءات اللي كانت عندي هنا مسحتها، خليت بس الإضاءة دي اللي هي لونها بينك بالشكل ده، وزودت درجة البينك بتاعتها شوية، وخليت الباور بتاعها 300 وعملت لها جي زد ونزلتها لتحت بحيث إن هي تكون قريبة من الكلمة علشان يكون انعكاس الضوء على الكلمة قوي بالشكل ده، وخليتها وراها شوية حاجة زي كده مش فوقيها بالظبط. وبعدين خدت كوبي بشيفت دي من الإضاءة دي وحطيتها هنا وعملت لها RX 90 علشان ألفها 90 درجة فتبقى مواجهة للكلمة بالشكل ده، فتنور لي وش الكلمة بالشكل ده. والإضاءة اللي عندنا هنا دي خليتها برضو بينك وخليتها 200، ودي زودتها شوية خليتها 300 بس دي علشان كوبي من دي فهي نفس اللون. والإضاءة دي حركتها شوية بحيث ان هي تبقى هنا فعملت لها جي اكس وحركتها لورا شوية وخليتها كده يعني على يمين الكلمة علشان تبقى عاملالي الانعكاسات اللي على جنب دي. وكمان قللت من الماتيريال بروبرتيز، قللت الرفنس بتاع الكلمة شوية حاجة زي كده. وبس ده كل اللي انا عملته علشان اوصل للنتيجة دي في الاخر. يا رب يكون الفيديو عجبك ويا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. وفي الفيديو اللي جاي هنشوف ازاي عملنا البلالين دي، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.